الكفر انا لما اجي اعمله بجيب صراحه من على شات جي بي تي او حاجه كده، ايه حاجه تساعدني، فاهم؟ والله انا ما انصحكش ان انت تعمل كفر ليتر بشات جي بي تي، لان انت في الاخر بتكلم انسان. شات جي بي تي ممكن يساعدك في حاجات معينه، وبعدين هيطلقت ان هو معمول بشات جي بي تي. حتى لو عملته بشات جي بي تي يعني اعمله بشكل ما يبانش ان هو معمول بشات جي بي تي. مم. انت النهارده لما انت هتقدم على مشروع او هتقدم على شغل، هو بيقول ان احنا عايزين نغير الصفحه الرئيسيه. انت شايف المشكله فين؟ انت فرونت اند، شايف المشكله فين؟ يعني النصوص المستخدمه، الشادو حتى اللي معمول كتير قوي. هنا تحس ان الموقع عشوائي. انا هبدا ان انا هقدم له حل، هو العميل عايز يسمع منك الحل اللي انت هتقدمه له. انا شايف ان ده جوهر الموضوع كله. اللوب التاني ان انت تكون عندك الخبره ان انت تعمل حاجه دي. ما انت ممكن تكون بتعرف تتكلم، تكون بتعرف تقنع العميل، بس ما بتعرفش تعمل حاجه. المهم ان انت تساعده ان هو يعمل حاجه بتاعته. يعني هنا مثلا هو بيقول لك الهوم بيج عايز يو اي يو اكس، لازم يكون متناسق، ده طبيعي. التركيز على تجربه المستخدم، ده طبيعي. وتنظيم المعلومات على الموقع الحديث، تبدا الصفحه الرئيسيه فقط. طبعا هنا في نقطه، هو برضه انا هجي لك في اللي جاي فيه ده، ان انت ما تدبسش نفسك مع العميل. يعني هو انت فرونت اند بتعرف تشتغل بي اتش بي؟ لا. فانت تقول له طب في حد هياخد مني التصميم ويقطعه هو ويشتغل عليه بي اتش بي؟ لان هو في الاخر الحاجات دي في الاخر كلها دايناميك. ده في مظبوط. الكلام ده كله في الاخر كله دايناميك. فانت لو جيت تتعامل معاه هتلاقي اكواد غريبه. فانت لازم الشغلانه بينك وبين العميل تكون واضحه، واضحه بالظبط انت هتعمل ايه علشان ما تدبسش نفسك. بص ده كاتب ايه، بص: تواصل معي محترف ولديه اعمال احترافيه، سيتم العمل بسرعه وبطريقه جديده ومتخصصه في التصاميم الحديثه، ولديه اعمال سابقه تواصل معي اطلاع. هل انت اقتنعت؟ لا. ولا انا. اما انا دلوقتي دخلت شفت المشروع، لو انا دخلت شفت المشروع، فتحت نوت باد، طلعت المشاكل اللي فيه. اول حاجه، ما انا في الاخر انا هنا عايز ابيع، فانا هطلع له العيوب وهو عارف ان هو عنده عيوب. يعني انا مش داخل عيب في شغل غيري، هطلع له بقى المشاكل فين. يعني انت شايف هنا اصلا اسلوب تصميم، هنا اسلوب تصميم وفونت مختلف خالص. فانت جدا. لو لعبت له على النقاط دي، وعرفته انت هتعمل ايه، واثبتت له ان انت بتعرف تعملها، كونك عملت شغل قبل كده وعندك معرض اعمال، خلاص هو ده كل اللي انت مطالب ان انت تعمله. الكلام ده كتبته في سطر، في 10 سطور. اما انت رحت لشات جي بي تي، شات جي بي تي هيقعد يكتب لك شويه كلام حلوين وهيبعتهم لك، هترموهم له، اللي هو اكن حد بيلعب قمار. فانت بالنسبه لك مش، بص انت بتخاطب انسان. طب انا رحت بالنسبه. معاك في الكلام شويه لان انا شايف ان محدش بيسال، فمفيش مانع. بس هي رب الفكره تكون واضحه. فكره انت في الاخر بتخاطب انسان عنده مشكله هيدفع قصادها فلوس. اقنعني، قول لي انت هتعمل ايه، هتحل لي المشكله بتاعتي دي ازاي، واثبت لي ان انت هتعرف تحلها. ما انت ممكن تقول لي هحلها ازاي، عندك الفكره بس. هو ده كل المطلوب.